مشاكل كتير. تمام. احسن حاجه انا شفتها ان احنا نشوف احسن واحد ان احنا ناخده كقدوه، نشوف ازاي عالج الانسان. تمام. اول حاجه انا النهارده كل حاجه هنصح بيها او الحاجات اللي هناخدها من الكتاب النهارده او لو كنا بيننا نحاول نطبقها على دايره اللمه بتاعتنا. بمعنى ان مفيش حد يستهون بنفسه ان هو ممكن يغير حاجه او جزء من سلوك معين او فكره معينه. تمام. لان الشخص دي يعني اهميه كبيره ان هو يقدر يغير الكون. بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم شخص واحد قدر يغير مليار مسلم، قدر يغير يعني خلى فيه مليار مسلم. تمام. تمام. فهبدا بقى في الموضوع. سبب اختيار الكاتب للموضوع ده ان اولا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كلها بتحبه وكل حاجه، لكن الحب الاعظم ان احنا مش مجرد ان احنا نحب او نقرب سيرته بس، ولكن الحب الاعظم ان احنا نحاول نطبق سيرته دي ونحاول ان احنا نتخيله بيننا في اليوم ده. تمام. يعالج مقتضيانا والمقتضيات بتاعتنا. تمام. ولما حب يشوف رؤيته المعاصره وازاي يعيش معانا في القرن ال21 قال ان خير ما يستعين به هي مواقف قديمه مشابهه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس غافله عنها وهي اصلا شبيهه بالمواقف المعاصره. تمام. حب يعيد احياء معاني الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بطريقه معاصره، وهو تنويه ان هو ليس عالم ولا مفتي، ولكن هي خواطر جات له، تاملات حب يشاركها معانا. تمام. اول تامل حب يقوله اللي هو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقف قدام الايه دي قال يستحيل ان الرحمه تكون مرتبطه بشخص الرسول لان ماتت معاه، ولكن الرحمه هي الرساله نبع من الرساله اللي جه بيها الرسول، بمعنى ان هي اثرت في مليارات المسلمين اللي عايشين دلوقتي. تمام. فمفترض ان احنا الرحمه دي نعلمها لاولادنا. تمام. وناخد الرسول كقدوه. وبيقول توماس كارل بيقول ان الرساله التي اداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير، السراج المنير 12 قرنا لنحو 200 مليون شخص من الناس امثالنا. هدف الموضوع احنا مش عايزين نرجع 1400 سنه للورا عشان نعيش ايام الرسول، ولكن عايزين دلوقتي يجي لنا يعالج القضايا بتاعتنا والمشكلات اللي احنا شايفينها دلوقتي في المجتمع بتاعتنا. تمام. في كلمه قالها الكاتب صراحه واتفق انا معاها، بيقول كل كلمه نسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم نسقطها على واقعنا اصبحت قصه للقصه. يا رب كاتب ان ايه؟ اصبحت قصه للقصه. تمام. وبيرى ان اكبر جريمه اختليف عندما اعتبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصه تاريخيه ولد سنه كذا ومات سنه كذا وانتهى الموضوع على كده. ما بنحاولش احنا نطبق ونحاول نخلق الفجوات الزمنيه والمكانيه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. انت بعدين شويه. تمام. بقول اكبر جريمه اعتبرها الكاتب ان احنا اعتبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصه تاريخيه ولد سنه كذا وتوفي سنه كذا وانتهى الموضوع على كده. ما بنحاولش ان احنا نطبق كلامه. سيد قطب بيقول كلمه مهمه قوي، بيقول ان الاسلام منهج حياه واقعيه. تمام. لا ترك فيها المشاعر والنوايا بل لم يتحول الى حركه واقعيه. ما يكفيش النوايا والكلام اللي احنا بنعمله ده، لازم برضه نحول الكلام ده كله لحركه واقعيه. حاجه ثانيه ظلمته المناهج التعليميه اللي احنا دلوقتي بندرسها في المجتمع زي ما احنا شايفين كلها معلومات تاريخيه بحته مجرده، ما بتحاولش تخلينا نطبق الكلام اللي بيقوله الرسول على الواقع. دلوقتي هنبدا بقى في الرسول بقى بينا دلوقتي في القرن ال21. هنشوف مواقف دلوقتي. مشاكل بقى في الزواج. تمام. في قصه واحده بتقول بتشتكي ان جوزها اتجوزها مجرد الزواج كسنه مش اكتر، ومش طايق بقى، اكتشف ان هو بعد كده مش طايقها ومش قادر يعيش معاها، وهو عايش معاها عشان عندهم طفل عنده سنه ونص. لكن بتاع ده هي بتقول يا اما هي على وشك يا اما تصاب بالاكتئاب يا اما بالجنون. في كلمه مقوله بتقول انما ينطبق على الاخرين ينطبق على اهل بيته، وما يحتاجه الاخرون يحتاجه اهل بيته. والكلمه دي لازم تبقى في حياتنا. يعني في ازواج ممكن يفضل يضحك مع صحابه بره وبيطلع بره مع صحابه وياخد تهريج مش عارف ايه وما يروح البيت يتخدر. يعني الزوجات بتشتكي من الكلام ده كله دلوقتي. تعالوا نشوف بقى فن تعامل الرسول مع زوجاته. بيحكي انس بن مالك بيقول كنا خارجين للمدينه. تمام. فلقى السيده صفيه زوجة الرسول. الرسول راح قعد لها وحط لها ركبته وراحت طلعت على ركبته عشان تركب البعير. واحنا قاعدين دلوقتي نتخيل مع بعض كده في عربيه جت ركنت هنا اهو. تمام. واحد نزل من العربيه
وراح فتح باب العربيه للواحده. اول ما هيتبرك في ذهننا ايه؟ هو يا اكيد مخطوبين يا اكيد متصاحبين اكيد مش متجوزين. لكن مفترض ان احنا نحاول نربط الكلام ده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلى الحركه دي كأن الرسول بيفتح لها فعلا الباب. مواقف زي كده مفترض ما تظهرهاش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتجنب العنف مع زوجته. في موقف حصل الرسول، الموقف ده هيورينا ازاي ان انا دلوقتي ما بتكلمش عن ملائكه، لكن بتكلم فعلا عن بشر عايشوا بينا بيغلطوا لدرجه. دلوقتي الموقف اللي هقوله دلوقتي ممكن نشوفه العصر الحديث. ابو بكر الصديق كان رايح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له بتاع ده، كان بيستأذن عليه عشان يخش. الرسول اذن ليه وهو داخل لقى السيده عائشه اللي هي بنت ابو بكر الصديق وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوتها على الرسول. فراح ابو بكر الصديق راح تناولها مسكها قال لها يا بنت ام رومان اترفعين صوتك على رسول الله. راح الرسول صلى الله عليه وسلم حل بينها وبينه، يعني زي ما حجز بينهم. وراح بعد ما خرج ابو بكر الصديق راح جعل يترضاها، راح قال لها انت مش شايفه ان انا حلت بينك وبين الرجل؟ يعني فضل يضحك معاها. فلما جه دخل ابو بكر الصديق تاني راح لقاهم ايه؟ راح لقاهم لقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استأذن عليهم تاني. راح الرسول دخله، فراح لقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيضحكها فقال لا اشركوني في حربكما في سلمكما كما اشركتموني في حربكما. شوفي فن التعامل. السيده رفعت صوتها على زوجها. انتوا دلوقتي سؤال، لو الموقف ده حصل لواحد فيكم هو حاجه من الثلاثه، يا اما هيضربها يا اما هيزعلها برضه يرد نفس الكلام، يا اما هيسيب لها البيت ويمشي عشان مش عايز ذنب. حاجه من الاثنين يعني. احنا بجد لما بنقرا عن سوره الرسول بنشوف مواقف كتيره فعلا اشبه بمواقفنا دلوقتي. في علماء نفس بيتكلموا عن اسباب كسب السعاده. في بيقولوا من اسبابها الاخذ والعطاء ولازم ابداء المشاعر. الحاجه الثانيه ما تتسرعش في اتهام اي حد من الطرفين سواء الزوج او الزوجه. ما تديش الشك على طول، لازم تتيقن كويس وتركز. الرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنه طبق الحاجتين دول اللي بيقولوهم علماء النفس دلوقتي. اول حاجه باول موقف اللي هو ابداء المشاعر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتردد في ابداء حبه للسيده عائشه رضي الله عنها. عمرو بن العاص جه في مره بيسال الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قال فمن من الرجال؟ قال ابوها اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. برضه موقف تاني، في موقف كان في حبش، ناس من الحبش يعني كانوا بيلعبوا في رب المسجد وكده اهو. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه تعالي بصي، فراح طلعها فوقيه وفضلت تبص على المنظر. فالرسول كل شويه يقول لها اما شبعت، فكل شويه تقول لا لسه، يقول لها اما شبعت بتقول لسه، اللي كانت عايزه تبص لمكانتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. الموقف ده لو شفناه دلوقتي هنقول ده خيالي فعلا ما بيحصلش. تمام. لكن الرسول عنده من 1400 سنه. النقطه الثانيه اللي عايزه اتكلم فيها اللي هي موضوع الشك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في واحد جه فبيقول له انا هو ومراته بيض والعيله كلها بيض، فبتقول زوجتي خلفت واحد اسود. فراح الرسول قال له عندك بعير؟ قال له اه. قال له لونهم ايه؟ قال له حمر. فراح قال له طب مش بيطلع منهم اسود؟ يعني في نوع يعني فصيله كده لون تاني؟ راح قال اه بيطلع منهم اللي هو اللون الاسود. فراح قال الراجل ده بيشكي الرسول، راح قال له ايه؟ قال له بتاع ده يعني زي جينات وراثيه كانت موجوده قبل كده. قال له كذلك ابنك برضه نفس الحكايه. والدراسات دلوقتي اثبتت الموضوع ده فعلا، ان ممكن ان جين معين ما يطلعش، جين معين ما يطلعش دلوقتي ولكن يطلع في حفيدك يعني بمعنى اصح. نبدا نخش في الموضوع تاني هو الرسول صلى الله عليه وسلم والابناء. في واحده بتشكي من سوء معامله قولي تاني وعايزه الرسول صلى الله عليه وسلم والابناء. في واحده بتشكي من سوء معامله باباها. راحت كانت وراها امتحان بكره وباباها ما رضتش تذاكر، فراح باباها ايه؟ مسك سلك وراح فضل يضرب فيها لغايه لما كتفها زرق وفضل مسود يعني فتره معينه. كانت عيب. في مقوله بتقول بر بولدك فانه اشجر كأن يبرك. بمعنى ان بر الابناء مرتبط ببر الوالدين. لو انت بريت بابنك هيبر بيك لما يكبر. لازم احنا نربط بين الموضوعين دي، ما نبصش بس لبر الوالدين، ولكن المفترض الوالد سواء الزوج او الزوجه يكون حليم عند معامله اطفاله
يحاول ما يتبع معاهم طريق كويس جدا ويبقى في رفقه في التعامل، على اساس لما يجي يبره اكيد لما يكبر هيبر بابا برضه نفس الحكايه. الشيخ الدكتور اللي هو علي العمري قال ملاحظه حلوه قوي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف الزمن عشان اطفاله، بمعنى ان هو كان ممكن يطيل في الصلاه لو ما يبقى الحسن او الحسين على ظهره، وكان يقصرها لما كان واحد فيهم يبكي. في موقف ان الرسول راح في صلاه العشاء اخذ الحسن والحسين معاه الجامع وراح حطه قدامه واقام الصلاه، وبعد كده وهو بيصلي في سجده من السجدات راح الحسن او الحسين راح طلع فوق ظهره، فالرسول فضل مطول في الصلاه. فبعد ما خلص الناس افتكرت في حاجه، فبعد ما خلص راح ساله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني احنا افتكرنا في حدث لك امرا او انه بيوحى اليك. راح الرسول راح قال لهم لا ما كانش بيوحى عليا ولا حصل كل ده، ولكن ابني حلمي فما رضيتش ان انا يعني اسرعه ان هو يقضي حاجته، ان هو قاعد فوقيا فسبته براحته. برضه موقف تاني كان الحسن والحسين الرسول كان بيخطب خطبه، والحسن والحسين جايين لابسين قميص احمر، كانوا بيتعثروا في القميص، كانوا بيتكعبلوا، فراح الرسول ساب الخطبه وراح اخذهم يتقبلهم، قعد يبوس فيهم وبعد كده راح اخذهم معاه في الخطبه ولا كأن في حاجه عادي خالص. اعتقد الموقف ده دلوقتي ما ينفعش يتكرر، يعني شوف لو شاف ابن او كده هيخلي حد يشيلهم يعني بمعنى اصح. الرسول صلى الله عليه وسلم سبب تعليمه دي اللي احنا فيها دلوقتي عبدها خرج في المدرسه دي ناس علماء زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن انس علي نور الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم بالاساليب دي خرج من تحت ايده ناس عمالقه زي انس بن مالك وعبد الله بن عمر. الناس دول عمالقه بعد كده هو لان هم كانوا اطفال في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي عايزه اتكلم في موضوع الشباب، موضوع النصح والتوعيه والكلام ده كله، وعايزين نشوف الموقف ده دلوقتي. واحده تقول اتحركت كانت في الفصل في المدرسه واتحركت كذا مره من غير ما تستاذن المدرسه بتاعتها، فراحت المدرسه مسكها ضرباها وراحت عملت لها كدمات في رقبتها وجابت لها قلم في الراس عشان اتحركت كذا مره وقالت لها كذا مره، بعد كده في الاخر راحت ضربتها، واثبتت فعلا لما عملوا معاها تحريات كده ان فعلا هي ضربتها، والبحث الجنائي اثبت الكلام ده كله. الموقف ده لو دلوقتي لو واحد فيكم مدرس وحصل معاه الموقف ده، هو ممكن يتبع فعلا. انا عن نفسي ممكن قبل ما اقرا السيره طبعا والكلام ده كله ممكن اتبع الموقف ده فعلا اضربها، لان انا نصحتها كذا مره، وممكن اطردها بره او كده، لكن مفترض يبقى في تعامل راقي في التعامل مع الطلبه والطلبات. سؤال معين، في ناس بتقول ابنوا للخاطئين قصورا من الخير قبل ان تهدموا عليهم افواح الشر. بمعنى ان انا مش لازم ابقى معاملتي بالمثل عند النصح، ما ينفعش ان انا مثلا نصحت كذا مره بعد كده اعاند واضرب، لا بالعكس ان انا اتعامل مع طريقه سامحه قوي من طرق الرسول صلى الله عليه وسلم، ان انا اخليه يتقبل النصيحه، بمعنى الكلمه ان هو يبتسم الموضوع، يعني تغير من السلوك. تدرج في المعلومات، لما بيجي ينصح حاجه او يعلمنا حاجه بيتدرج في المعلومات. اول حاجه التدرج في المعلومات ده علماء النفس بيقولوا لازم الواحد لما بيجي يتكلم في موضوع لازم ينطلق من العام الى الخاص. وغير كده لما نيجي برضو في حياتنا العمليه لما نيجي نحدد اهداف لازم نحدد الاهداف الكبرى بعد كده نحدد الاهداف الصغرى. ابراهيم الفقي بيقول ربنا يرحمه، يقول واحد دكتور في جامعه يقول جاب جردل وحط فيه بلط، فقال للطلاب ده اتملى، راحوا قالوا له يعتبر اتملى، راح قال لهم لا، وراح جايب رمله وراح ملى بين فراغات، يعني لسه في وقت ان هو ينزل، فراح قال لهم اتملوا، فطبيعي راح قالوا له لا المره دي يعني لسه لا لسه ما اتملاش، فراح جاب ميه وراح ملاه. وكذلك برضو الحياه لازم ان احنا نحط الحجر الاساسي اللي هيجي عليه ورا الاهداف الصغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سال ايه احب الاعمال ايه، راح قال صلاه في وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، وبكده يكون اخذ ترتيب الاولويات. الحاجه الثانيه اللي كان بيستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم امثله، يستخدم الامثله، نظام الامثله. العلماء بيثبتوا بيقولوا اذا انت عايز توصل معلومه لحد لازم تستخدم المثال في الكلام، ان انت تربط مثال انت جايبه من عندك بفكره او
حاجه اصلا ثابته في دماغه عشان يبقى فيه ربط على اساس الكلام يثبت معاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مره بيقول عايز يعني بيقول على اهميه الصلاه كده اهو، فبيقول بتاع ده بيقول لو في قدامكم نهر جاري كل الواحد ده كل يوم 5 مرات بيجي يتوضا سبحان الله هل سيبقى من بره الشيء؟ يعني وصف الشيء راح قالوا له لا. فراح بعد كده هو راح قال كذلك الصلاه بتمحي الذنوب بتمحي الخطايا، وبكده يكون ربط بين حاجه وحاجه ونحاول ان احنا نخلينا نتخيل معاه. المهم بعد كده هو الاسلوب حوار تعليمي، المفترض يبقى فيه حوار تعليمي في الكلام. في آية حتى في الآيات القرآنية عندنا بيقول كلمة قل اتكررت 332 مرة، وكذلك قالوا 332 مرة على أساس ينوه على طبيعة الحوار، لازم يبقى فيه حوار تعليمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم استخدمه في الحديث، بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا أتدرون من المؤمن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المؤمن من آمن الناس على أنفسهم وأموالهم. والأسلوب ده اتكرر كتير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وده إن دل على شيء بيدل عن الكلمة بنطبقها إن النبي الكلام اللي بيقوله كلام فعلا يعني هو من 1400 سنة بس بيطبق حاجات دلوقتي التنمية البشرية دلوقتي بيحاولوا يثبتوها بمعنى أصح. يعني الأساليب دي كلها دلوقتي أنا درساها في الجامعة كده أهو، ورسول من 1400 سنة تم تطبقها في الطريقة الحوار بتاعه والنقاش بتاعه. دلوقتي التعليم بتاعنا في المجتمع في فجوة واسعة بين التعليم وسوق العمل، بمعنى ان سوق العمل عايز حاجة والتعليم اللي احنا بناخده حاجة مواد تعليمية مجردة، زي ما بيقولوا 16 سنة تعليم عشان ناخد 4 شهور كورس عشان نتوظف في ال4 شهور دول بس. في فترة جميلة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هو جعل فداء الأسرى من المشركين، ان كل أسير فيهم يعلم 10 من المسلمين. والتعليم كان ايام الرسول كان بادئ من المسجد ثم الكتاب ثم المدرسة ثم الجامعة، إلى أن وصلت الجامعة اللي هي أول جامعة في الإسلام هي جامعة القرويين وهي أسستها فاطمة. في نقطة تانية المساجد. انتوا شايفين معايا هل المسجد هي دار العبادة؟ تمام. المسجد أصبح مجرد كيان بيقتصر على الصلاة، وقت الصلاة بس بيتفتح، بعد شوية بعد ما الناس بتخلص بيتقفل وبيقتصر على دور العبادة بس. لكن المسجد في عصر الرسول كان بيقام فيه دروس ساعات، وكان بيبقى فيه تنظيم لأمور الدولة، وكان فيه برضه دار للعبادة، بيكون ده كله دار للعبادة. في مثال دلوقتي في سنغافورة مثال حي بقى، جامع في مكان الاستقبال وفي موظفين استقبال. الموظفين دول بيستقبلوا ايه بالظبط؟ وفي قدامهم تليفونات، لان المسجد هناك مش مقتصر على دور الصلاه، ده في كمان نشاط رياضي. المسجد بينظم انشطه رياضيه كل اسبوع، وكمان في مكان للعب الاطفال، وكمان في يعني مكان للاسره بمعنى اصح، يعني غرفه للاسره. فكمان في امام مسجد وفي امام مساعدين ليه، ويعني في كذا موضوع كذا موظف، والموضوع يعني كأنه مؤسسة أو شركة مش مجرد مسجد بس. يعني الموضوع ده أبهر لسه. قبل ما أخلص أنا قربت أخلص، يعني في موضوع كده بقى دلوقتي عملية. دلوقتي لو أنت في مول أو سوبر ماركت يعني كبير، وفي فاكهة أو علبة جبنة مثلا واقعة على الطريق، هتعمل حاجه من الاثنين، يا اما هتعمل نفسك مش شايفها يا اما هتشيلها. المفترض ان احنا فعلا نشيلها، ده خلق. المفترض ان احنا نشيلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البيت فراى كسرى مرقاه فاخذه فمسحه ثم اكلها، فقال يا عائشه اكرمي كريمك فانها ما نفرت عن قوم قط فعادت اليه. يعني الخبزه دي اللي احنا شايفينها او الاكله دي ما راحتش، يعني ما مشيتش من قوم، يعني خلاص راحت، مش هترجع تاني. دي نعمه من عند ربنا. محمد الغيبة دلوقتي تخيلوا معايا واحد مقدم برنامج، تمام، جاي بيقدم برنامج مش عارف ايه، والاكل توصح لك ماشي،
في وسط وهو بيتكلم معاك في الحوار وبتصور ومش عارف ايه، راح جاله تليفون وراح سابك ومشي، هتعمل ايه؟ هتروح اكيد مايل على صاحبك تقول له طب ده وقته ومش عارف ايه. الغيبه وحشه قوي منتشره دلوقتي في مجتمعنا، ودي من الحاجات اللي احنا مستصغرها. صغائر الامور او المحقرات بتجتمع على العبد حتى يهلكوه بمعنى اصح. ليه؟ لان الذنب الصغير مش هيبقى في دماغك، لكن الذنب الكبير هيفضل طول الوقت في دماغك، فبتضطر ان انت ايه كل شويه تستغفر منه. فعشان كده ابن القيم كان بيتكلم عن ازاي الشيطان في خطوات كان بيتبعها الشيطان عشان موضوع ان هو ازاي يخليه اذنب ذنب ما يحسش بيه، فيبقى بعد كده يتفاجئ ان في ذنوب فوقيه كتير، فبعد كده هو بيبقى ايه في الاخر ان الجبال منحصه، تلاقي بقى حاجات احنا مستصغرينها في الاخر بتبقى جبل كبير بتقاوم على العكس. برضو موقف تاني، لو انت ماشي دلوقتي في طريق تمام ولقيت في الشارع غصن شجره وانت كنت سايق العربيه ولقيت غصن شجره، اكيد هتروح محاول ومش عادي نكمل طريقك. ليه؟ ما نزلتش مشيت الشجره، بادر بنفسك. هو ليه انا هسيب دي؟ طب لو انا هقول انا طب انا مالي وده هيقول ده مالي، يبقى مين اللي هيشد؟ مفترض في الواحد ما يستهونش بنفسه، لازم كل واحد يبادر بنفسه. تمام. رسول يا ريت انا اكون بخطوه النهارده يعني. انا ما حبيتش ان انا اسرد السيره بشكل تقليدي، بس حبيت ان انا اجيب مواقف تبقى قريبه يعني، واحاول ان احنا نطبقها النهارده في المجتمع.